هعمل لكم وصفة غدا النهاردة خطيرة وبحلة واحدة، حاجة كده بسيطة سهلة سريعة متاخدش وقت معايا خالص وكلها بحلة واحدة. اتمنى تتابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول خالص حطيت حوالي نص معلقه من السمنه كنوع من انواع بس ان هي تديني طعم مش اكتر. لكن طبعا الحاجات اللي بتبقى عامله زي الرز والمكرونه وكده انا بحبها تبقى بالزيت عشان تقدري تاكليها بارده عادي خالص من غير اي مشاكل او انك تحسي طعم السمنه باين في بقك قوي. كل واحد طبعا والاكل اذواق، لو انتوا حابين تعملوها كلها بالسمنه مفيش مشكله. نزلت بنص معلقه بس من السمنه وعليها حوالي 3 4 معالق كبار من الزيت. سخنوا معايا، نزلت بكيس من لسان العصفور، الكيس اللي هو حوالي 350 جرام ده. تمام، هنزل بكيس لسان العصفور وابتدي ان انا تقليب مستمر كده لحد ما تاخد معايا لون ذهبي. اول بقى ما خدت معايا لون ذهبي كنت محضره بصلايه كبيره مبشوره، وهنزل بقى بيها كده وابتدي ان انا اقلبها مع لسان العصفور. عايزه اقول لكم ريحه البصلايه مع لسان العصفور حاجه كده وهم، حاجه عالميه حلوه جدا. انا مجرد بس هشم ريحه البصله مش هتحمر، هي بس هتدبل من سخونيه لسان العصفور. وهبتدي انزل بتاني مكون معايا بعد كده من الوصفات اللي بتتاكل حاف، اللي فعليا يعني تاكليها كده ما بتبقيش محتاجه تاكلي اي حاجه جنبها، كتر ما هي بيبقى طعمها لذيذ جدا. بصوا البصلايه بتاعتي دبلت اهي زي ما انتوا شايفين من السخونيه. هكون بقى مخرطه قرنين فلفل، حابينهم يبقوا حامي ماشي، حابينهم يبقوا باردين ماشي، على حسب كل واحد بيحب الفلفل ايه. بقلب برضو الفلفل كده مع لسان العصفور والبصلايه، وهكون برضو محضره حبايتين من الطماطم المبشورين. غسلت الطماطم كويس قوي، جبت المبشره وبدات ابشر الطماطمتين، واول ما الاقي الفلفل دبل معايا شويه كده هبتدي انزل بحبايتين من الطماطم المبشورين اهو، وابتدي بقى اقلب كده كله بقى يشرب من طعم بعض اهو. شايفين الجمال؟ حابين تعملوا زيه وتحطوا نص معلقه من الصلصه اختياري ماشي، مش حابين وعايزين تكتفوا بهذه المرحله برضو مفيش مشكله خالص، كده طعمها حلو وكده طعمها حلو. بقلب بقى كده عشان طبعا انجز في الوصفه بسرعه. انا كنت حاطه البراد يغلي على النار بحيث لما تبقى الميه سخنه اللي هتزوديه بيها تسرع معاكي عمليه التسويه. هبتدي بس هنا الاول اجيب مكعب من المرق افتحه كده وابتدي انزل بيه في نص الحله. هنزل كمان برشه من الفلفل الاسود، لو بتحبي تضيفي اي توابل تانية لاي حاجه زي الرز كده تتطبخ انزلي بيها عادي على لسان العصفور. تمام، وهنزل برضو برشه ملح بسيطه لان انا نازله بمكعب واحد بس من المرق، رشه ملح بسيطه جدا. وابتدي بقى اجيب الميه وانزل بيها الاول بقلبهم بس كده، ببتدي ان انا ادوب المرقه جوه اللسان العصفور اهو زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لكم لو حابين تضيفوا صلصه ضيفوا، مش حابين خلاص. صلصه ما هي بس هتدينا لون احمر زياده، مش حابينها خلاص، هي الطماطم هتديكوا الطعم الحلو ومفيش مشكله. نزلت بحته صغيره خالص وهقلبها بس كده اوزعها في لسان العصفور. انزل بقى عليها بالميه كده، بص الميه كمان الميه سخنه غلت معايا بسرعه ازاي. بقلب اهو زي الفل. هغطي عليها 5 دقايق كده وابتدي ارفع تاني من عليها كده وابتدي اشوف هي وصلت لايه. بتتشرب مني اهي، لما تيجي تتشرب بقى ابتدي اهدي النار
عشان تستوي براحتها. هيطلع معايا مفلفل وجميل وطعمه في منتهى الجمال. طبعا ده مش محتاج جنبه غير طبق سلطة بس. وزي ما قلتلكوا الطعم نفسه بيتاكل حاف، مش محتاجة ان انت تبلعيه بأي حاجة. اهو شايفين الجمال والحلاوة اهو. يا سلام على الجمال والطعم، شايفين؟ ادي الشكل النهائي اهو. هي بس الكاميرا مش مبيناه كويس اهو، ولا معجن ولا في اي حاجة، والحباية بحبايتها ومفرفر معايا وحلو زي الفل. طبق سلطة او طبق بطاطس محمرة، مش محتاجين اي حاجة تاني جنبه. وجبة جميلة سهلة سريعة في حلة واحدة. جربوا لسان العصفور بالطريقة دي، هيعجبكم جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.